البنت اللي في الصورة دي اسمها ترتيل، بنت ما كملت 20 سنة. قتلها زوجها بعد 3 أيام فقط من الزواج ب37 طعنة في جميع نواحي جسمها. مرت الليلة الأولى ومرت الليلة الثانية من زواجهم، والناس كلها كانت تدعي لهم بالسعادة، وترتيل كانت تحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة وتخفي خوفها وتقول إن شاء الله الجاي أحسن. ما كانت تعرف إنه الجاي أسوأ من كل كابوس. في الليلة الثالثة سكت البيت وانطفأت الأنوار، لكن الشر كان صاحي. تحول الرجل المفروض يكون أمان ليها إلى وحش بدون قلب. شال السكين وطعنها مرة ومرتين حتى تجاوزت الطعنات 37 طعنة في جميع نواحي جسمها، وهي تستنجد وتغاوم وتبكي. بعدها ذبحها بدم بارد كأنه الرحمة ما مرت على قلبه في يوم. في الصباح بدل ما أهلها يسمعوا صوتها سمعوا الخبر الذي كسر ظهورهم. البيت أمس كان مليان زغاريت وفرح، واليوم مليان صراخ ونحيب. أمها وقعت وهي تقول بنتي بنتي وين عروستي، وأبوها وقف ساكت لأنه الوجع مرات أكبر من الكلام. ترتيل رحلت، لكن وجعها سيبقى شاهد أن بعض الجرائم لا يقتل فيها الجسد فقط بل يسبح معها الأحلام أيضا. ربنا يرحمه ويغفر لها ويسكن فسيح جناته يا رب العالمين. بس يا أخواننا، خلونا نتكلم شوية عن ظاهرة قتل الزوجة المنتشر بكثرة في الأيام دي، وغالبا بتكون ناتجة عن حاجة واحدة بس، وهي إنه الأهل بيدوا بناتهم ساكن، وتخالة عايزة توافق ولا على كيفها، وتخالتها مريض نفسي عايزة توافق ولا على كيفها، ودعمها عايزها توافق ولا على كيفها، المغترب المقرش عايزها توافق ولا على كيفها. وخلوني أقولها لكم بالنص الصريح، البنت بقتلوها أهلها بالأول، لأنه أغلب البنات ما عندهم حرية اختيار الشريك، وده أفشل مبدأ ماشين به نحن كسودانيين. يا أخي، بما إنه هي اللي بتعيش الحياة دي مستقبلا، خلوها تختار، خلوها تقرر إذا بينفع معاها ولا لا. تعال استشيرها، في النهاية هي بنتك. قل لها يا بنتي جاك عريس مواصفاته كده وكده وكده، بينفع معاك ولا لا؟ إذا قالت ما عايزاه ما تقصب عليه. ما تكرم ولد أخوك المدمن بعفيفة بيتك إكراما لنظرة أخوك والمجتمع. ما تكرم ولد أختك وتدي بنتك وإنت عارف إنه مريض نفسي، عشان ما بعدين يقتلها ويقول لك ولدنا مريض نفسي. المريض بيتعالج، بس بنتك ما بترجع. فيها شنو لو رفضت أقربائك المدمن والمريض النفسي والغير سوي؟ عيب يعني؟ لا أبدا. خليهم يجوطوا يوم يومين 3 ويسكتوا ويقولوا أبا يدينا بنته، أفضل بكثير من تضحي بيها. وعشان ما تندم بعدين، أدي بنتك المساحة الكافية لاختيار شريكة. البنت بتعرف تختار وأدرى بالحاجة دي. حتختار ذو خلق ودين، حتختار السوي نفسيا، حتختار اللي بيحترمها وبخاف عليها ربه، حتختار اللي بقدرها وبديها قيمتها. حتقول لي كلامك ده غلط. حأقول لك لما أبي العاص اتقدم لبنت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها، قال له أنا ما عندي مشكلة، بس خلينا أشوف راي زينب بنتي، يعني شاورها واداها الحرية الكاملة. أنت كأب من واجبك تدخل عليها ذو خلق ودين، أما الموافقة في يدها هي، فما تجبرها تتزوجوا غصبا عنها.